جات لي حاله الصيدليه بتقول لي يا دكتور لقيت دم في البراز شكلها بواسير، يا ريت تديني علاج ليها. بس وهي بتحكي لقيت الصوره ابتدت تتلخبط، دم مع اسهال متكرر وفي مغص مش بيروح، جسمه بيضعف ووزنه بيقل ووشه باين عليه التعب. ساعتها فهمت ان الموضوع مش بواسير، دي حاجه اخطر مستخبيه ورا السن لازم نكشفه. في الحقيقه دي، استنى واسمعني في ثواني، يلا اعمل فولو لايك وشير عشان يوصلك كل جديد. في الحقيقه اللي كان فاكره بواسير او شرخ طلع مرض مزمن خطير اسمه التهاب القولون التقرحي، وده مرض بيهاجم جدار الامعاء من جوه، يعمل قرح ونزيف واسهال دموي والتهابات مزمنه. ممكن نفرقه على البواسير والشرخ. في البواسير والشرخ الدم بيبقى على السطح ولونه احمر، لكن في التهاب القولون التقرحي الدم بيبقى مخلوط مع البراز ولونه غامق ومعاه صديد ومخاط. والحاله دي محتاجه متابعه وفحوصات عشان ما يوصلكش لطريق ملوش رجوع. ويلا ركزوا في الفيديو عشان تحمي نفسك وتطمن على اللي حواليك. وده بيحصل لما جهاز المناعه بيخرج عن السيطره، بدل ما يدافع عن جسمك ينقلب على الامعاء ويهاجم جدار القولون وتظهر الاعراض اللي احنا قلناها. واللي بيخلي نار التقرحات والالتهاب ده يزيد كل مره تدوس على بطنك وتاكل اكل تقيل فيه دهون ومقليات واكل مليان توابل وشطه. كل ليله تسهر وتسيب جسمك مرهق، اي عدوى بسيطه او اي علاج هيجي الامعاء. كل مره تدخن سجاير او شيشه، او كل مره تشرب قهوه بزياده عن اللزوم لحاله سوء زياده. الموضوع مش عرض جانبي، ده مرض مزمن. كل غلطه في حياتك اليوميه تزود التقرحات وتخلي الحاله تتدهور اكتر. لو عايز تعرف التحاليل والفحوصات اللي بتساعدك في التاكد من حاله القولون التقرحي، اكتب لي في الكومنتات تحليل قولون تقرحي. وفي الصيدليه حالات كتيره متلخبطه كل يوم بنشوفها يوميا، لو انت واحد منهم اكتب لي في الكومنتات. ست كبيره في السن بتقول ده قولون عصبي من الزعل، فجاه خست جامد ونزيف بدا يوم ورا يوم، ساعتها عرفنا ده ايه. النزيف مع خساره وزن عمره ما كان قولون عصبي. شاب رياضي كل مره يلاقي دم بعد التمرين يقول ممكن شرخ بسبب الاوزان اللي بشيلها. استحمل شهور لحد ما بقى النزيف شبه يومي، والنتيجه التقرحات بقت مزمنه من غير ما يعرف. بنت كل دكتور يشخصها معده وقولون، بعد فتره ظهرت اعراض الاسهال الدموي المزمن، وقتها عرفنا اللي فيها. كل الحالات دي بالاعراض احتاجوا تحليل وفحوصات وجهناهم ليها، طلعوا قولون تقرحي. ساعتها سمعوا الكلام واخدوا بالنصايح ومشوا على العلاج زي ما مكتوب لهم، وهم دلوقتي احسن. ابدا بالسهل، غير من نمط واسلوب حياتك اليوميه، اكل وشرب وعادات. كل وجبات صغيره خفيفه ومتكرره احسن من وجبتين كبار. كل اكل سهل الهضم، شوربه ورز وخضار سوتيه وبطاطس مسلوقه. ابعد عن المقليات والدهون الثقيله والوجبات السريعه والاكل المليان بهارات وتوابل. زود من البروتين الخفيف، فراخ مسلوقه من غير جلد وسمك مشوي. كل الياف لينه زي الشوفان والكوسه والجزر المسلوق. زود من الاكلات اللي فيها حديد زي اللحمه الحمراء والكبده بس باعتدال، والفول وبقوليات. وزود معاها برتقال وليمون، ده مصدر الفيتامين سي عشان يساعد على امتصاص الحديد. اشرب ميه طول اليوم حتى لو مش عطشان، واعشاب دافيه زي اليانسون والنعناع والزنجبيل والكموميل. بروبيوتيك والبان قليله الدسم وزبادي لتهدئه بيئه القولون. قلل الشاي والقهوه وخصوصا بعد الاكل، وابعد عن السجاير والشيشه، وخد بالك من التدخين السلبي. نام بدري واصحى بدري، ده رايح الجسم ويظبط النفسيه. جرب تنام 5 ليالي ورا بعض بدري وشوف الفرق. تابع الحاله باستمرار بالتحاليل والفحوصات اللازمه، وامشي على العلاج المكتوب لك وما تطنش. وفي الحاله دي محتاجين خطه لعلاج الانيميا، وخطه لعلاج التقرحات، وخطه لوقف النزيف. لو عايز تعرف الادويه اللي بتساعد في تحسين وعلاج